اهلا بيكم اعزائي المشاهدين ومتابعين لقناتنا قناه فور يو. من اجلك فيديو جديد معانا وشرح جديد من شروحات الموسيقى. هنشرح لكم فيها شرح من شروحات اورج الموبايل اورج 2024. الشرح بتاعنا النهارده استكمالا للشرح اللي فات. شرحنا لكم في الفيديو اللي فات طريقه اضافه الصوت او الاله على الاورج، وطبعا قلت لكم وبعد لكم تاني لازم الاورج بتاعك يكون في اي بي، يكون نسخة اصلية او مفعل عشان تقدر تضيف اي حاجة انت عاوزها، سواء كان سيت كامل او كان صوت آلة او كان ايقاع او انترو او اي شيء تقدر تستخدمه في العزف على الاورج. لازم يكون في اي بي عشان تقدر تشتغل عليه وتحمل اللي انت عاوزه براحتك. شرحت لكم في الفيديو اللي فات إضافة الصوت. في الفيديو ده هشرح لكم إزاي أقدر أضيف الإيقاع. كلنا عارفين إن الأورج بيبقى عبارة عن 3 حاجات بستخدمهم في العزف. أول شيء الصوت وهو الآلة اللي بعزف عليها. تاني شيء الإيقاع وهو اللي أنا بعزف عليه صوت الآلة عشان خاطر أطلع معزوفة احترافية. اخر حاجة وهي الانترو او الفواصل الموسيقية اللي انا بستخدمها لما بنقل من ايقاع لايقاع او من صوت لصوت، فبعمل بعض الفواصل عشان يبقى الموسيقى بتاعتي تكون يعني متجانسة مع بعضيها وماشية مع بعضيها. لازم فواصل لأن أنا ممكن أنقل من مقام لمقام، من موسيقى سريعة لموسيقى بطيئة، من إيقاع مختلف عن الإيقاع الأول، فأنا لازم أعمل فاصل ما بينهم بيسموه انترو. كده احنا هنفتح تطبيق الأورج بتاعنا. بعد ما نفتح الأورج بيحمل زي ما حضراتكم شايفين كده الأورج بتاعنا اللي احنا بنشرح عليه. الأورج اللي هو فاضي ما فيهوش أي إيقاع، ما فيهوش أي صوت آلة، عشان يبقى الشرح بتاعنا عليه شرح مفصل وواضح جدا. محدش يقولك لا ده كان منضاف أساسا، ده كان موجود عليه. لا، مفيش حاجة موجودة على الأورج زي ما انتم شايفين. الإيقاعات فاضية والاصوات كمان فاضيه. في الشرح اللي فات انا شرحت لكم اضافه الصوت. طب انا فتحت الاورج قدامكم ده مفيش اصوات منضافه، امال الشرح بتاع الفيديو اللي فات راح فين؟ لا حضرتك، احنا بنعمل سيت على ايدينا. فانا كنت بشرح في الفيديو اللي فات طريقه اضافه الصوت، وريتك ازاي اضيفه، لكن انا ما عملتلوش حفظ. لازم اعمل حفظ للسيت او حفظ على برنامج الاورج عشان خاطر لما افتح الاقي اللي انا حفظته موجود عندي ثابت، ما يتمسحش تاني. لكن انا ما عملتلوش حفظ، انا بعمل شرح ليك عشان اوريك ازاي تقدر تضيف الصوت. انا ما شرحتلكش لسه ازاي تثبته او تسيفه، فده شرح تعليمي. لان انا المفروض لما انا خلاص هسيف السيد ده او هحتفظ بالسيد ده بايقاعاته بالانترو بالاصوات بكل حاجه، فانا كده خلاص جمعت كل حاجه، جمعت كل الايقاعات اللي انا عاوزها، جمعت كل الاصوات الالات اللي انا عاوزها والانترو وكل حاجه. فاضل بس ان انا اعمل له سيف. فاحنا بعد ما نوريكم ازاي نضيف ايقاع في الفيديو الجاي ان شاء الله، اوريك ازاي تحفظه اذا كان على الاورج مباشر ويبقى ثابت معاك، او اذا كنت هتحفظه كسيت خاص بيك وتسميه بالاسم اللي انت عاوزه. تمام كده احنا هنضيف الايقاع من المربع اللي لونه احمر اللي موجود في صندوق الموسيقى اللي قدامنا دوت، اللي على الشمال. اللي بلونه الاحمر ده الايقاعات، واللي بلون الازرق الاصوات زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. بنضغط هنا على الايقاعات اللي موجوده على الشمال، بنلاقيها فاضيه زي ما اتفقنا. انا جايب لكم اورج فاضي اشرح عليه كل حاجه واضيف عليه كل حاجه انتوا عاوزينها. وزي ما قلت لكم ارجعوا للفيديوهات اللي في الاول عشان تجيبوا الاورج الاصدار ده من الاورج وتشتغلوا عليه، وامشوا مع الشروحات وهتلاقوا الشروحات فيها كل حاجة. ادخلوا على قناة التليجرام هتلاقوا كل حاجة احنا منزلينها، واسمع الفيديو للآخر هتلاقي باسورد فك الضغط في الفيديو عشان خاطر يكون نازل برنامج الأورج أو نسخة الأورج نازل بدون مشاكل
كامل بنزله مضغوط عشان ما يحصلش اي مشاكل في الرفع والتحميل. كده انا على صفحة الايقاعات زي ما انتم شايفين، بنضغط على علامة البلس السوداء اللي على اليمين هنا، بتفتح لي القايمة دي قايمة الايقاعات. المفروض ان هو الطبيعي بتاعه بيفتح على قائمة ايقاعات الاورج نفسه، يعني بيدخلني على فايل الاورج. ده فايل الاورج زي ما انتم شايفين. انا بعمل خروج كمان مرة عشان ادخل على ملف داونلود اللي انا محمل فيه الايقاعات بتاعتي اللي انا هنزلها على الاورج. بضغط على داونلود. بعد ما اضغط داونلود بضغط على ايقاعات انا مجهزهم هنا في فايل اسمه اصوات والات، وفايل اسمه ايقاعات. ده الايقاع الاول مثلا، بضغط عليه كده يقوم يحمل معايا على الاورج. شفتم هنا بقى عندي ايقاع، شايفين ايقاع؟ ده ايقاع. طب هل انا احمل ايقاع واحد وبس؟ لا، براحتي ما دام المساحه عندي تستحمل والموبايل امكانياته تتحمل احط ايقاعات كتير، بحط اكتر من ايقاع، مفيش مشاكل بالنسبه لي. شايفين ده الايقاع الثاني. بس ملحوظه يعني، الايقاعات كل ما كترت كل ما مساحه السيت زادت، وكل الايقاع ما انت في ايقاع ممكن تجيبه يبقى جودة الصوت بتاعته ضعيفة، يبقى زي قلته، مساحته كبيرة لكن هو صوته ضعيف، صوته مش نقي. فانت حاول دور على ايقاعات يكون صوتها نقي عشان تستفيد بعزف احترافي، يكون صوت الآلة نقي بجودة عالية، صوت الايقاع بجودة عالية، فتستفيد بعزف ممتاز بجودة عالية في كل شيء. شايفين ده ايقاع تاني اهو معانا. طب نقدر نضيف ايقاعات تانية؟ نقدر. معانا الايقاع ده، تمام. ايقاع تاني كمان تقدر تضيف ولا 50 ايقاع. فين تاني؟ ادي ايقاع. نضيف ايقاع كمان يا جماعة، بيتهيألي ما ضفناش ده. ما ضفناش. بص بقى، الصفحة دي بتاخد ادي 1 2 3 4 وقصادهم كمان 4، تاخد 8 ايقاعات. يبقى انا حملت اول صفحة. طب انا لو حملت 9 بلاقي رقم 1 B1 دي بتبقى جنبها كمان B2 وتبقى دي الصفحة التانية، احمل فيها كمان 8. انا مرة حملت في سيت من السيتات عملته على ايديا، كان السيت ده حجمه داخل في ال2 جيجا، كنت حاطط اكتر من 70 ايقاع او 80 ايقاع وزيهم اصوات. يعني انا كان عندي صفحات هنا مش عارف 50 او 40 30 صفحة، يعني كان رقم كبير. ولقيت السيت تقل والاورج تقل والموبايل سخن مني. فنصيحة مني، ما نكبرش حجم السيت، نخلي السيت حجمه معقول، يعني من 200 ل 300 او 400 ميجا، ده اقصى حاجة. لو عايز اضيف تاني لا، اجزأهم على سيت غيره، اعمل سيت طربي، اعمل سيت شعبي، اعمل سيت درامز، احاول اجزأ شغلي، لان طبعا مفيش حد بيخلط بين اكتر من لون مع بعض. سيت راي هيكون لوحده، يعني احاول اجزأ شغلي بحيث اخلي السيت حجمه صغير بحيث يشتغل معايا كويس وما يزعلنيش، ما يبقاش بطيء، ما يسخنليش الموبايل والبروسيسور بتاع الموبايل. كده الشرح بتاعنا خلص، يا رب تكونوا استفدتوا منه. في انتظار دعمكم لينا يا جماعه. اشتركوا في القناه وفعلوا جرس الاشعارات، اكتبوا لنا تعليق، اعملوا لنا لايك، شاركوا الفيديو مع اصدقائكم، وابعتوا لهم رابط قناه التليجرام بتاعتنا عشان يدخلوا يحملوا اللي هم عاوزينه ويشوفوا كل الشروحات بتاعتنا ويتابعوا معانا الجديد.